السلام عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقطع البطيخه بسرعه جدا. اول حاجه عملناها دلوقتي غسلنا البطيخه طبعا من بره وقطعناها 4/4 زي ما انتوا شايفين كده. طيب يلا نشوف بقى هنقطعها بسرعه ازاي. ناخد ربع من الربع اللي احنا عملناه اللي احنا قطعناه بالشكل ده اهو. ابدا اقطع كده، تقطعيه كده اهو. اهو بالشكل ده. وبعدين نبدأ اللي هو تنزليه كده اها، شايفة؟ وبعدين نعملها كده والناحية التانية، وبعدين نبدأ من تحت والناحية التانية برضو اهو كده. ونجيب الطبق بتاعنا وبعدين ندمج. ودي اهو بعد ما صبيناها في الطبق بتاعنا، شايفين اللي هي سهله معاكي جدا تخلصي البطيخه في اقل من دقيقتين. وادي اهو بعد ما خلصنا، ادي نص البطيخه عندي قطعتها والنص التاني قطعت الربع على 2. ولازم تأستكيها كده بالمشمع او الاسترتش اللي عندك، اللي هو تلفيها كويس قوي كده بالشكل ده وتدخليها التلاجة. هتفضل معاكي فريش كأنك لسه شارياها، لان طعمها بيتغير لو حطيناها في التلاجة بالشكل ده. فلازم نلفها بالاسترتش بالشكل ده، هتبقى فريش معاكي كأنك شارياها لسه حالا. ويلا بينا بقى نقدمه بالشكل ده. ممكن نقدم البطيخ بتاعنا في اطباق صغيره بفله، بيبقى لذيذ قوي، او ممكن بشوكه، ما عندناش خله مش مشكله، بس بيبقى حلو قوي بالشكل ده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.